بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم سيد عامر. النهارده بنستعرض مع بعض الفيسبا. طبعا احنا كنا عرضناها لحضراتكم قبل كده كمراحل تصنيع يعني. النهارده انا بعمل لها عمليه صيانه، دهانات وحاجات زي كده. فكنت حابب برضو ان احنا نستعرضها مع بعض ونظهر اماكن الجمال ومظاهر الجمال بتاعتها. يعني هي اساسا حتى العجل كله بيتحرك، يعني انا ما بعملش القطعه كده مجرد انها ثابته وخلاص، لا. لو لاحظتوا الدركسيون بيتحرك كشكل. ناس كتير برضو عجبها الموضوع كقطعه اكسسوار. ده لون طبعا ذهبي، ده لون على الخشب اسطر. فان شاء الله ندهن بحيث ان اقدر برضو زي ما يكون بحافظ عليها بالدهان يعني، وبيديها بريق بقى وجمال وكده. يلا بينا مع بعض كده. ببتدي انا من الحتت اللي هي البعيدة. انا عايزكم بس تأملوا الشكل الجمالي بتاعها، لان هي ما شاء الله يعني حاجة ظريفة جدا اهوت. كل قطعة فيها بفكرة. طبعا انا متأكد ان حضراتكم مستوعبين الموضوع. شايفين الفيسبا والقطع بتاعتها والعجل. أنا يعني بحب دايما مثلا دايما أشارككم، حتى لو بعمل عمليات الصيانة للقطع اللي موجودة عندي. برضه بحب نكون مع بعض. هنا شايفين المنظر الجمالي بتاعها، يا ريت بس يكون واضح قدامكم. برضه هنرجع ونقول التوقيع بتاعي، خلي بالكم السيد عامر باين قدامكم. هي أجزائها صغيرة جدا، لذلك جمالها بيبقى ظاهر يعني. أنا مقصود كلامي كل ما القطعة حجمها بيبقى صغير، هي بتاخد شغل لكن بيبقى جمالها أكبر، جمالها ظاهر. وناس كتير تقول لك إزاي بتتعمل دي. إيه رأيكم؟ جميلة مش كده؟ يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. وإن شاء الله أنا لسه برضه عندي قطع كتير هستعرضها مع حضراتكم، سواء في تصنيع أو في الصيانة أو في عرض. وخلي بالكم يعني أنا القطعة دي بستعرضها للبيع، وفي نفس الوقت على أساس لو في حد من الشباب حب يعمل زيها ويبيع ويشتري وكده، يا ريت والله أنا أكون مبسوط. إيه رأيكم؟ أتمنى يكون عجبكم. شايفين القطعة عاملة إزاي؟ كراسي، الجزء بتاع العجل الخلفي ده منظره لذيذ برضه. إيه رأيك؟ أظن كويس. يلا باي.